يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. فيديو النهاردة المفروض ان محمود وسحر وحسن نزلوا علينا كده انستجرام ستوري في الانستجرام ان هم فرحانين جدا، بسم الله ما شاء الله، ان هم حساباتهم اتوثقت والانستجرام وثقها. اتوثقت ازاي؟ المفروض ان بيبقى فيه شروط معينة لتوثيق الحساب على الانستجرام. فانا غالبا يعني اللي هو بيعدوا هم ما شاء الله متابعينهم على الانستجرام، يعني معديين المليون او قربوا على المليون، ومشاهداتهم طبعا بتبقى عالية لان طبعا عيلة يعني ما شاء الله عليهم، الناس كلها حابينهم. فادولهم علامة التوثيق ديت من باب فطبعا يعني اديها لهم من باب ان خلاص الحساب بقى متوثق رسميا. بس هي العجيب في ان هم الثلاث الحسابات اتوثقت في وقت واحد، وانا مش مستغربة. يعني انا متوقعة الشركة اللي هم شغالين معاها، طبعا احنا عارفين ان حمدي ووفاء ومحمود وسحر وحوارات، في شركات بتمسك لهم القنوات بتاعتهم، بتروج القنوات، بمعنى ان مثلا حمدي ووفاء نزل فيديو تلاقيه مثلا في خلال نص ساعة ساعة يعمل لهم مثلا نص مليون مشاهدة، ويعملوا لهم 70,000 لايك مثلا. اليوتيوب يشوف الموضوع دوت، يروح واخد الفيديو ويقترحه على الصفحة بتاعته. فطبعا بسم الله ما شاء الله الفيديوهات بتحقق مشاهدات اعلى من كده. طبعا بيبقى بس مجرد النص مليون مشاهدة دي اللي هو ايه، زي جر الرجل كده. فغالبا الشركة دي هي اللي فعلت لهم ووثقت لهم الحساب. ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمهم جميعا ويكرم كل حد شغال على نفسه يا رب، امين يا رب العالمين. فنقول مبروك لمحمود والحوارات والسحر، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.